السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيكم في قناتي سارة كيتشن. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعضنا أول فيديو على القناة، وإن شاء الله نعمل شوية تجهيزات لرمضان. هي مش تفريزات كبيرة يعني، لكن هي عبارة عن تجهيزات بتساعدنا على إن احنا ننجز في يوم رمضان، نخلص الأكل بسرعة ونخلص اللي ورانا بسرعة. النهاردة بإذن الله هنفرز مع بعضنا شوية من الطماطم، ونفرز كمان التوم ويكون جاهز على الاستخدام. زي ما انتم شايفين هنا اهوت، انا جبت 6 كيلو من الطماطم، غسلتهم كويس جدا وابتديت اقسم الطماطمايه على نصين، وحطيتها في حله ورفعتها على النار. هنحط عليها وهي على النار، مش هنحط يعني حاجات كتير، هنحط بس معلقه واحده من السكر. في البداية هتكون النار عالية شوية أول 10 دقايق، بلاش نحط لها مية، هي هتنزل مية كتير. هنسيبها أول 10 دقايق تغلي وتبتدي إن هي تتسبك مع بعضها. هنا زي ما انتم شايفين كده أول ما حطيتها على النار وابتدت تغلي، وبعد كده وطيت عليها النار شوية وابتدت تدخل في مرحلة التسبيك. زي ما انتم شايفين هنا خلاص كده اتسبكت. هنبتدي نضربها بالهاند بلندر، او ممكن ان احنا نضربها في الخلاط. تمام، الاتنين يعني هيأدوا الغرض. بعد كده هنبتدي ان احنا نكيسها في الاكياس على قد الطبخه. في طبخه ممكن مثلا زي المحشي بتاخد صلصه كتير، نحط على قدها، وممكن نعمل برضو اكياس صغيره. هنا زي ما انتم شايفين جبنا كيلو من الثوم وفصصناه، شلنا بس القشرة الخفيفة اللي بتبقى من بره، لان الثوم الايام ديت القشرة بتاعته يعني حلوة طرية. هنحطهم في الكبة بدون اي اضافات، ونبتدي ان احنا نفرم مرتين. تمام، بعد كده بعد ما خلصنا الفرم اول مرتين، هنبتدي ان احنا نضيف مكون واحد بس، اللي هو معلقة واحدة من الملح. تمام، مش هنحط اي حاجة تاني. بعد كده هنبتدي ان احنا نكيسه على الاكياس. اهم حاجة في الثوم ان هو يتكيس على طول، ما ينفعش يقعد بره التلاجة وقت طويل. يبقى هناخده من الكبة على طول على الاكياس. زي ما انتم شايفين هنا حطيته في الكيس وابتديت افرده واعمله يعني قطعة واحدة كده اهو. بس طبعا انا بعد كده قسمته على كيسين، لان حسيت ان هو كتير شوية على الكيس. وهنقسمه مكعبات زي كده تطلع على الاستخدام على طول. وكده الحمد لله نكون جهزنا الصلصة على الاستخدام، وكمان جهزنا التوم. أتمنى تكون الوصفة سهلة وبسيطة، وكل بنوتة مبتدئة في المطبخ تقدر تستفيد منها. ادعموني بلايك، جزاكم الله خيرا، واشوفكم في فيديو جديد على قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.